يفيد بلاغ وزارة الداخلية أن تدخلات السلطات العمومية شملت منذ 22 نوفمبر 2016 تقديم خدمات طبية متعددة استفاد منها ما يفوق 50 ألف شخص، وذلك من خلال مستشفيين عسكريين بكل من أنفقو بإقليم مدلت وويزغت بإقليم أزلال، ومستشفى تابع لوزارة الصحة بالقباب بإقليم خنفرة. كما استفاد 50 ألف شخص آخرين من القوافل والحملات الطبية متعددة التخصصات. وضمن هذه الجهود قامت أيضا مؤسسة محمد الخامس للتضامن والسلطات المحلية بعمليات لتقديم المواد الغذائية والأغطية والملابس استفاد منها ما يزيد عن 25 ألف شخص، فيما تم إيواء وتوفير الرعاية ل 1560 شخص بدون مأوى بالمراكز الاجتماعية المختصة. وعلى إثر التساقطات الثلجية التي تعرفها حاليا بعض مناطق المملكة والتي أدت إلى قطع بعض الطرق، يضيف البلاغ عبأت السلطات العمومية كل الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية من خلال توفير ما يفوق 880 من الآليات المختصة في إزاحة الثلوج لإعادة فتح المنافذ الطرقية. ويوضح بلاغ وزارة الداخلية أنه تم تعبئة 10 مروحيات تابعة لمصالح الدرك الملكي و4 أخرى تابعة لوزارة الصحة، وما يفوق 1200 سيارة إسعاف للتدخل في الحالات الطارئة. من جهة أخرى تم تجنيد 2400 شخص بجميع الدوائر المعنية بموجة البرد، مزودين بوسائل الاتصال لإخبار السلطات العمومية بكل طارئ. وتكريسا للعناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه بكل مناطق المملكة، أعطى جلالته نصره الله وأيده تعليماته السامية لإقامة مستشفى عسكري ميداني بجماعة مغرى وبإقليم تازة، وذلك لتعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة هذه المنطقة المتضررة بفعل الظروف المناخية. وخلص مصدر ذاته إلى أن كل المصالح والسلطات العمومية ستظل مجندة لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم للمواطنين مع وضع جميع الوسائل والمعدات في حالة تأهب للتدخل عند الضرورة.